اهلا وسهلا بحضراتكم، وانا جاي اتكلم على النجم محمد صلاح الهايل طبعا بدون المنتخب، والمنتخب ايضا هايل واروع بدون محمد صلاح. هل محمد صلاح اللي في الليفر هو محمد صلاح اللي في منتخب مصر؟ لا. هل ساديو ماني اللي في الليفر هو ساديو ماني اللي مع السنغال؟ طبعا. هل كريستيانو رونالدو مع اي فريق هو كريستيانو رونالدو اللي مع البرتغال؟ طبعا. هديك مثل بسيط قوي. كريستيانو رونالدو لما اتصاب في مباراه مهمه مع منتخب بلاده وكان عنده بعدها ماتش مهم جدا، بكى في الملعب بكى فوق الفظيع. قارن بين المشهد ده والمشهد بتاع محمد صلاح لما قعد في الدقيقه 43 وطلب ان هو يتغير، يعني يتغير، ما صبرش حتى ان الشوط ينتهي والمدرب ياخد قراره في اوضه اللبس. طبعا انا بتكلم على المدرب، والمدرب ده على الله حكايته، يعني ده انا بحس ان هو كمساري مش مدرب، وجايبينه كده يعني ياكلوا من وراه عيش، والسبوبه اللي هي بتاعت الدولارات 200,000 دولار وهو ياخد 40,000 دولار، وال 160,000 دولار يتوزعوا على الحبايب، يعني وانتوا كلكم عارفين الكلام ده، والكلام ده قديم يعني مش جديد. بس انا بتكلم على الكوره. المنتخب افضل من غير محمد صلاح بكتير، وشفنا اروع شوط بقالنا فتره كتير ما شفناش منتخب مصر بيأدي بالشكل ده بعد خروج محمد صلاح وخروج النجم. ونفسي كمان يخرج حجازي وينزل ياسر ابراهيم، ويبقى في تفاهم بين محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، وخصوصا ان ياسر ابراهيم راجع من بطوله كاس العالم وكان عامل بطوله كويسه جدا ومعنوياته في السماء، والتفاهم اللي بينه وبين محمد عبد المنعم هيأمن لك خط الدفاع مع تألق امام عاشور وحمدي فتحي ومروان عطيه في خط النص، وعمر كمال واحمد فتوح في الطرفين، وتريزيجيه في طرف، ومرموش في طرف، ومصطفى محمد راس حربه. اتفرج على منتخب مصر، اتفرج على منتخب مصر هيعمل ماتش واداء عامل ازاي. انا بتكلم كوره، لكن الناس اللي طالعه تطبل ولا صلاح سواء حلو او وحش او بيجيد او ما بيجيدش، هو حد قال لكم ان صلاح ما بيعرفش يلعب؟ هو حد قال لكم ان صلاح مش عالمي؟ بس لنفسه. لكن احنا عايزين اللاعب اللي هو بيجيد لنفسه وبيجيد للمنتخب، بيقاتل لنفسه وبيقاتل للمنتخب. هي دي الخلاصه، والناس عايزه تقول لكم كده، بس انتوا اللي مش فاهمين. انتوا عمالين تقولوا صلاح وما يصحش ليه ما يصحش وليه يصح؟ هو صلاح ده فوق النقد. لعيب الكوره يا جماعه مش مساله خبرات او مساله صغير في السن. الكوره دلوقتي عايزه قوه وسرعه، ودي مش هتتحقق الا باللعيبه الصغيرين السن واللي عندهم مهاره، يقدر يفك التكتل الدفاعي، يقدر يتحرر، يقدر يشوط من بعيد، يقدر يراوغ، يقدر يروح يجيب جول برجله وبدماغه. هي دي الكوره. لكن انت تعتمد على لعيب تبص له اما يجي لك الكوره بص للنين في وسط الملعب، خلاص مالكش دعوه انت، واما يجي لك النني بص لصلاح مالكش دعوه انت، هو الصدر. ايه الكلام ده؟ ده كوره فاشله، دي كوره فاشله. لان المنتخب هو اللي المفروض يبقى نجم، المنتخب كله هو المفروض يبقى نجم، لكن المنتخب اللي يعتمد على النجم الاوحد ده لازم يقع. لان النجم الاوحد ده لو تعبان ومش مستواه ومش هيجري، هتبص تلاقي الفرقه كلها بتلعب على قد المستوى بتاعه، لان هو محجم الفرقه كلها ومحجم اللعيبه كلها. لكن اللعيبه لما بتتحرك وبيتحركوا كلهم كوحده واحده، والفرقه بتتحرك كلها كفرد واحد، في الهجوم فرد واحد وفي الدفاع فرد واحد، وبيلعبوا على قلب راجل واحد، هتلاقي نتيجه غير اللي احنا بنشوفها في منتخب مصر في وجود النني ومحمد صلاح وحجازي والبطء اللي هم فيه. وطبعا هم مسيطرين على اللعيبه، لان اللعيبه كلها صغيرين في السن وخايفين ان هم ما يلعبوش على دماغهم، ما يختاروش تاني في المنتخب وما يتمش اختيارهم، وده فعلا الحقيقي اللي بيحصل. اتمنى التوفيق لمنتخب مصر، واتمنى التوفيق لجمهور منتخب مصر، ان يفهم يعني ايه راي اخر ويتقبله، ويفهم الراي الاخر ده بيقول كده ليه. احنا مالناش مصلحه شخصيه مع اي حد. هو انا هروح العب مكان محمد صلاح في الليفر ولا في المنتخب مصر؟ احنا بنقول اللي احنا شايفينه، واللي احنا شايفينه ان محمد صلاح مش مفيد مع المنتخب، لكن مفيد مع محمد صلاح، والمنتخب مش مفيد بمحمد صلاح لكن مفيد من غير محمد صلاح. هي دي الحقيقه. شكرا والى اللقاء.